يا لهوي، ويسكي؟ امال ايه اللي كنت بتشربه ده؟ عشان اعرف نوعه بس. انت ناوي على ايه يا شقي؟ بقولك ايه، انا هروح المطبخ. مطرح ما بنام يا سيدي. كل ده يطلع منك ابوس السيد. يا رشدي يلا بقى قبل ما تفقد لي رشدي. كيف لا ياكلوك يا حته انا بقى اللي اكلك حته ولا اكل حته واسيب حته وحته لا اكل كله. اي خدمه حضرتك؟ الانسه رانيا. الاستاذ رشدي موجود؟ اقول له مين حضرتك؟ انا سعيد. طب دقيقه بعد اذنك اديله خبر. ايه مين على الباب؟ واحد اسمه سعيد عايز البيت. طب روحي. ازيك يا سعيد؟ عامل ايه؟ تعالى. ايه مالك قلقان كده ليه؟ مش عارفه مالي يعني. قلقان ومتلخبط ومش عارف اتصرف ازاي. لا ما تقلقش، بابي طيب قوي ما بيرفضليش طلب. تعالى يا سعيد. رانيا تعالي هنا. ايه ده سعيد يا بابي اللي قلت لك عليه. انا شفتك فين قبل كده؟ انا اللي جيت لحضرتك الشركه وقدمت لك سيناريو في فخينه. رانيا قالت لي انك جاي تقابلني عشان تطلب ايدها مني. ده شرف كبير ليا يا فندم بعد موافقه سعادتك. شوف يا سعيد، انا ماليش في الدنيا دي غير بنتي رانيا، وصعب عليا قوي اعيش من غيرها. عشان كده انا عاوز بعد ما تتجوزوا يعني تبقى تيجي تعيش معانا هنا. الفيلا زي ما انت شايف واسعة ومليانة شغالين، مش هتفرق لو زادوا واحد. انت بتشتغل ايه غير حكاية السيناريو؟ والله يا فندم انا لسه بدور على شغل من ساعة ما اتخرجت من كلية التجارة. يبقى خلاص انا هشغلك عندي مدير لاي ادارة في شركاتي. انت عارف رانيا مصاريفها كتير ومش هتقدر عليها. وبالمرة طبعا اكيد حضرتك هتقترح عليا انك تجيب حاجة ذهب او الماظ وتديها لي علشان اديها انا الرانيا على انها مني. اوكي، تبقوا تنزلوا تختاروا الشبكة اللي تعجبكم وخلي الجواهرجي يبعت لي الفاتورة. بعد اذنك يا رشدي بيه، يا ريت تديني وقت افكر في نظريتك الجديدة في الجواز. وانا قلت حاجة غلط؟ طلبت منك شيء مستحيل؟ بالعكس، انت خليتني اشوف الحقيقة الغايبة عني. حقيقة ايه؟ حقيقة ان ازاي افكر اتجوز وانا ما عنديش اوضة اسكن فيها مراتي ولا دخل اصرف منه على اللي هتجوزها. هو ده المستحيل بعينه يا رشدي بيه. افهم من كده انك بترفض تتجوز بنتي؟ ارفض بالثلاثة. انا اسف لضياع وقتك يا رشدي بيه، عن اذنكم. اوعى الكلاب تعضك وانت ماشي. ايه ده؟ جايبالي واحد شحات مجنون عشان تتجوزيه؟ يا سعيد بنت رانيا تعالي هنا. سعيد الحيوان اللي كان هنا ده عكني مزاجي. شوف لنا سهرة منيلة نسهرها النهارده. معاش اللي يعكر مزاج سعادتك، انا عارف بقى اللي يروق مزاج سعادتك. انا بقى هاخدك حتة مكان ما يخطرش على بالك،
في كل الالوان، في اللي كده واللي كده. تجي لي 9 بالليل. حاجه دنس على الاخر. ومره سعاده البيت. اهلا وسهلا، اتفضل. اتفضل هنا. نرجس. أنا اسمي نرجس. تشرب إيه يا باشا؟ والحقيقه نرجس بفكر اشرب حاجه ما شربتهاش قبل كده. يبقى مفيش غيره كوكتيل بيرستيل اللي يطلعوا ما ينزلوش. سلم ايه؟ سلم الضياع؟ فاشر ده سلم الهوا يا باشا، سلم الهوا السايح والنايح واللي لا فيه عدو ولا عزوم. على ضمانتك. على ضمانة اللي شرب وطلع السلم من أوله واللي رجعوا لي تاني وطلعوا ونزلوا وشكروني وقفلوا. خلاص هاتلنا بين السلم ده. عينيا. اتفضل يا باشا. بس ساتر، بيشربوا ازاي ده؟ مين دي؟ دي بقى فوفو نجمة الرقص الشرقي. ما تعرفش انا مين؟ انا البت الهلاهل. انا البت الهلاهل، انا الروشة بتاع كله. انا البت الهلاهل، انا الروشة بتاع كله. واللي يغمز لي ولا يغمز لي، اللي يغمز لي ولا يغمز لي يبقى يا ويلو يا زلو. البت الهلاهل. البت الهلاهولو. هلا 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 هلا. ايه العز ده كله يا باشا؟ وشرفك انت اول امرأة تخش الفيلا دي. خش غرفة العمليات. ايوه يا باشا. وطي هاتي دول. دول كل دي كرامة يا بنت. ايه ده؟ هاتيهم بسرعة. ايه دول يا بيه؟ دول هتلبسيهم. انا البس دول؟
دول هدوم شغالات. انت احسن من هند رستم، احسن من نادية لطفي، احسن من جولي كريستي وصوفيا لورين. والست هند رستم يا اخويا واللي انت بتقول عليهم دول لبسوا دول هنا؟ هنا ايه؟ في السيما يا بنت، انت اجدع منهم. اذا كان كده ماشي، ما يضرش يا باشا، البس وانا هاجي فيهم ايه؟ ما تلبسيني يا ماما اوام. لا الاول وبعدين البسي. تلبسيني يا ماما. ايه اللي انت عملته ده يا سعيد؟ مش ده اليوم اللي احنا كنا بنتمناه؟ وبستناه، بس مش كده يا رانيا. يا رانيا رغم كل الظروف انا عندي كرامه. ومين اللي داس على كرامتك؟ يا رانيا مش انا اللي انتهز فرصه. ما ينفعش ابقى شرابة خرج عند ابوكي لمجرد ان انا جوز بنته، ما ينفعش. انا لازم اكون جدير بيك يا رانيا، فاهمه؟ ايه يا نالا؟ رشدي بيه ماله؟ لا بيرد على تليفونات ولا جه المكتب ولا موجود في البيت، هو في ايه؟ ما تقلقش يا فندم، وعموما اول ما هيوصل هديك خبر. ارجوكي. اسمع يا راجل انت. نعم يا استاذه نهله. بقول لك ايه، انت ما تعرفنيش كويس بس انا قرصتي والقبر. خبر ايه؟ انا حصل مني حاجه يا استاذه نهله؟ هي كلمه واحده من غير لا تهتها ولا نقنقه. رشدي بيه فين؟ بتقولي ايه؟ مع خدامه جديده؟ بس المره دي ذوق واطي قوي. لا خلاص احنا ملناش دعوه بنظام الخدامين ده، احنا لينا شغلنا وبس. اوكي؟ ايه يا حبيبتي في ايه؟ بابي بصراحة كده بقى أنا عايزة أكافح. ايه؟ تكافحي؟ تكافحي ايه؟ يعني أشتغل وأشقى وأتعب وأعمل بيتي كمان من عرق جبيني. وبصراحة يا بابي عشان أساعد سعيد ونعمل بيت صغير كده وأتجوز بقى. حبيبتي انا حلت لكم كل المشاكل دي. ايوه يا بابي، بس انا محتاجه اشتغل واشقى واعمل بيتي من عرق جبيني، وبعدين بقى سعيد معاه حق في الموضوع ده. يخرب بيت سعيد على اليوم اللي شفت فيه سعيد. حاضر يا حبيبتي، من بكره هشغلك، هتبقي نائب رئيس مجلس اداره مجموعه شركاتي وهديلك 1000 جنيه في الشهر. مبسوطه؟ يا بابي انت بتاخدني على قد عقلي، انا محتاجه اكافح كفوحه واتشقلب، قصدي يعني اشقى واتعب. انا عايزه اشتغل شغلانه كده بجد اشقى فيها واتعب واكافح. اعملي كده يعني؟ ابعتك تكنسي الشوارع ولا تشتغلي في الفاعل عشان تحس انك بتكافحي انت والصايع بتاعك ده؟ امشي امشي نعال ابوكي لابو سعيد، امشي. اهلا 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 يا معلم حربي، الحمد لله على السلامه. يا سلام، وعرفت ازاي انا حربي؟ خلاص يا معلم اشم ريحتك من على بعد كيلو. طب يا اخويا خش خش شوف الزباين اللي جوه قاعد زي خش. ايوه كده يبقى احنا في ميدان الفرسان. الله الله، ايه يا اولاد مش بعاده يعني؟ مش طالع لكم حس؟ عاملين كده زي ما تكون قاعدين في عزا. طب ما احنا فعلا بنعزي يا عم رجب، بس بنعزي في حياتنا ومستقبلنا. يا عم سلم امورك لله، ان شاء الله هيفرجها. انتوا على فكره اولاد حلال، ليكوا عندي مكنه هتضيع عنكم الهم والغم ده كله. الله 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 الله، يا استاذ رجب اللي انت عامله ها؟ تاخد الزباين توديهم في حته ثانيه؟ طب يا اخي اعزمني يا اخي، اعزمني عشان اجي افرفش معاكم. هو انا هتفوتني حاجه زي دي برضه يا معلم حربي؟ هي القعده تحلو من غيرك؟ امال مين اللي هيدفع الحساب؟ ادي واحد احنا طوع يا ما يقع الا الشاطر. اتفضل السعيد يا واد يا نادر. ايوه يا معلم، تعالى هلا خد بايدي. يلا يا نادر خش بالمعلوم على المعلم في الاول. حاضر يا معلم، اتفضل يا باشا. العيال جت اهي، الواد رايق وفرحان الدنيا يا عم راجل. يا نادر. ايوه يا ريس. يا ناس البوات. فسح فسح. ازيك يا عم حربي؟ عم رجب. اهلا الارتيست اهو. دول يا ابني صب على اخواتك. ادي بوسه بس. السلام عليكم. سلام. ما سلامش ليه؟ ما انت صغير. صباح الانفاس يا سلسة. وانا عامل في من زمان طنطو ونادر الشام مش عايز يا ناس. سعيد انت عامل لنا مشاكل.
وعايزين نحل مشاكلك يا سعيد. احلى صاحب احلى انا صاحب معاهم. ستر يا سعيد، بس الاهم من الستر انك تكتب على ستر وتسيب ستر. اصحى فوق بقى، احنا خلاص بقينا الصبح. انا مش سامع اي كركره، شكلنا احنا الوحيدين في المخروبه دي. خرب عقلك يا ده العبقريه دي كلها. شركة الكوزماتكس والكريمات بعتلنا الشحنة دي الأسبوع الجاي. اقعد في حاجة أهم من كده، اقعد. خير؟ ده خير وخير كمان. تصور حتة واد صرصار حط ايده على فكرة ما خطرتش على بالي العمر كله. أنا مش فاهم حاجة. هفهمك. الواد اللي اسمه سعيد جاب لي سيناريو لقيت فيه حتة فكرة جهنمية مرسومة بإيدين شياطين. أنت ناوي تعمل فيلم؟ فيلم واقعي. بعد ما هننفذه هيدرسوه في أكاديمية الشرطة. كده بقى أنت شوقتني. طب ما تديني السيناريو ده أنا أقراه بقى. بعدين يا عمان، بعدين يا أخي. نهلة نهلة، أمرك يا وزير. أنت فين؟ اطلبي لي سيد السواق بسرعة. شركة إعلانات تنظم مباراة بين بطل في ملاكمة الشوارع وأي شخص يتحداه يحصل على 100,000 دولار. قريت الخبر ده يا سادة؟ يا ابني انت اهبل يا ابني، ده بطل العالم، هتعمل ايه بس معاه؟ ياد لو كسبت هاخد 100,000 دولار. ولو خسرت يا عم الباشمهندس؟ مكتوب قدامك 10,000 دولار. طب افرض مت بس؟ ما تفرقش، ما احنا هنعمل ايه بحياتنا المهببة دي؟ سيداتي يا نساء وإنا مع إصابة مع المتعة مع ماتش كيك بوكس بين كابتن خالد الشيخ وآية محمود. انت باين عليه مجنون، هو بيتنطط كده ليه؟ احنا بنلعب الشلاليت. ولا يهمك، انت اقوى منه كتير. ماشي يا حبيبي، قرب المسافه بينك وبينه وخلي بالك من دماغك وهوكاتك وخليها فيها سرعه وباور. واخد بالك؟ بوكس اون. اسمع يا ولد انت وهو، اللي هيغلط فيكم او هيضرب تحت الحزام انا هطلع عين امه وعين خالته وعين عمته كمان. يا رفض. طب انا هوريك الشليط ازاي.
Box on. كده في نفسه. ايه اللي انت عملته ده يا حيوان؟ انت مش عارف ده مين؟ اخلص! نعم يا اخويا؟ رايق. استنى انت بس، المهندس اللي جالكم مضروب في الماتش، اوضته فين؟ اوضه 110. شكرا. يلا يا اخويا. رايق على الاخر. ايه يا واد مالك مبرق كده ليه؟ متقلقوش عليا، احنا ياما اتضربنا كتير. يلا يا سعيد، خد اخوك الافوكاتو يلا عشان تلحقوا تقبضوا ال 10,000 دولار بتوع الهزيمه. يلا يا سعيد، يلا حبيبي، يلا يا فرحان. يا عبيط يا ابن العبيط. ايه يا عم في ايه؟ ما تقلقش ما تقلقش يا ابن الهبل. خصومات عباره عن ضرائب عامه وضريبه مبيعات. مبيعات ايه؟ هو احنا بعنا اخونا؟ يا عم زي بعضه. معلش هي كده. ماشي زي بعضه. ورسم تنميه. تنميه؟ هي البلد عايزه مننا تنميه؟ ده احنا اللي عايزين نتنمى. ومعونه شتاء وسداد ديون مصر ودعم محدود الدخل ودعم جهاز الرياضه ودعم رابطه مشجعي منتخب مصر وتحيا مصر والمساهمه في مشروع اولاد الشوارع. يبقى اللي باقي لاخوكوا في ذمتي اهو. اتفضل. ايه دول حضرتك؟ دول 45 دولار امريكي، دولار ينطح دولار، وارجوكم علشان خاطر الحقوا بسرعه غيروهم لان الدولار في النازل وقريب قوي بامر الله الدولار هيبقى بجنيه. صباح الخير. اهلا. يا ترى حضرتك فاكراني؟ طبعا. طب انا جاي اسال على السيناريو بتاعي. رشدي بيه، الاستاذ سعيد هنا وجاي يسال على السيناريو بتاعه. وليه ويجي بعدين؟ انا هخش له دلوقتي، لا بعدين ولا قبلين. يا استاذ سعيد. انت يا استاذ، انت يا استاذ، يا استاذ مش معقول كده. زي ما اتفقنا. ايوه ماشي اوكي سلام.
انت؟ انا صاحب سيناريو فخفخينه. اتفضل اقعد. خير؟ الواضح كده ان السيناريو بتاعي ما عجبش حضرتك. مفيش مشكله، لو سمحت انا عايزه عشان هوديه لشركه انتاج تانية، عجبتهم الفكره وهينتجوه. طب ما انا كمان عجبتني الفكره وهنفذها يا ابني. يبقى تكتب لي عقد دلوقتي. يا سلام، ماشي نمضي العقد، بس الميزانيه لسه ما اتعملتش. انت عارف فيلم زي ده هيكلف كام؟ مش اقل من 15 مليون جنيه. فيلم زي ده لازم اوفر له اكبر نجوم في البلد. المخرج بقى لازم يكون مخرج عالمي، المصور لازم يكون واخد اوسكار. الكلام ده بجد يا رشدي بيه؟ بهزر معاك، فيلم زي ده مش عايز لهوجه. يعني ممكن كده كام اسبوع ونبتدي التصوير؟ اسمعوا ده، بقول لك فيلم كبير مش اقل من 5-6 اشهر. ياه 5-6 اشهر؟ امال انت فاهم ده هيبقى فيلم الموسم وكل موسم كمان. انت عارف انا متوقع الفيلم ده يقعد في السينما قد ايه؟ مش اقل من 26 اسبوع، وبكده تبقى اكبر سيناريست في البلد من اول فيلم. مبروك. تعالي انا اللي عايزك. حاضر يا فندم. اكتبي ايصال عربون للاستاذ ب10,000 جنيه. انا هدي لك 250,000. الاستاذ شرب حاجه؟ تحب تشرب حاجه؟ لا مش عايز حاجه ميرسي. لا لازم تشرب حاجه. هاتوا له حاجه ساعه. اتفضل. قول لي انت خريج ايه؟ انا حضرتك بكالوريوس تجاره اداره اعمال. بقول لك ايه يا استاذ سعيد، انا عندي مصنع ادوات تجميل، عايزك تشرف عليه ال5-6 شهور الجايين دول. بس انا لا بفهم في ادوات التجميل ولا البودره ولا الكلام ده. هتفهم، كله هيجي بالخبره. خلاص يا رشدي بيه اجرب. برافو عليك. خد دول بقى، مشي حالك على ما نتفق على المرتب. نهله بره هتفهمك على نظام عملنا ازاي. انا بكده يا حبيبي اطمنت على مستقبل بنتي معاك. مع السلامه. بكده يا حبيبي تبقى دخلت الفخ فخينه. ده بقى مسيو جورج، الدراع اليمين بتاع مسيو جاك، احد كبار رجال المافيا في فرنسا. تفتكر في ايه بينهم؟ انا مش عايز تفكير ولا احتمالات، انا عايز تأكيد. انا لازم اعرف ايه اللي بينهم. ورشدي كان على علم بالمقابلة دي ولا عماد بيلعب لحسابه؟ بيتهيألي ان عماد هو انا مش عايز فرضيات ولا احتمالات يا نهلة. انا عايز اعرف بالظبط ايه اللي بيحصل. انت مش قلتي لي ان عماد ده عاوز يحب؟ وماله، خليه يحبك، بس فتشيه، تعرفي منه بيلعب لحساب رشدي ولا لحسابه ولا لحساب مين بالظبط. قهوتك يا سعيد بيه. شكرا يا عم فاروق. ايه الاخبار بقى يا عم فاروق؟ بسم الله ما شاء الله، الناس كلها هنا بتشكر في حضرتك كأنك بقالك 10 سنين في الشركة. تأمرني بحاجة تانية بيه؟ يا ريت تقول لي الشركة دي ايه بالظبط؟ تصنيع ولا تقفيل ولا ايه؟ لا لا يا بيه، كل حاجة بتتصنع هنا في المعمل تحت يا بيه. تحت فين؟ في البدروم تحت الأرض يا بيه. تعرف دول؟ طبعا اعرف عماد،
انما التاني ده معرفوش. ده عماد دراعك اليمين مش كده؟ يعني اللي معاه ده بقى جورج الدراع اليمين بتاع ميسي وجاك، اكبر مهربي اوروبا. وده معناه ايه؟ دي مشكلتك بقى، تعرف ايه اللي بينهم. المهم دلوقتي خلينا في شغلنا. امر مستر ديفيد. انت ما زلت الكبير يا رشدي، لذلك انا قررت ان انا ادي لك صفقة ال100 مليون دولار. قلت كام مستر ديفيد؟ 100 مليون دولار يا رشدي. مفيش اجمل من المايه يا رشدي بيه. لا، في اللي اجمل منها بكتير. فين؟ بص وراك كنت هتشوف. دي معاك حق. انا عارف ان معايا حق. هاي يا بيبي، قاعد لوحدك ليه؟ مين قال ان لوحدي؟ وانا اوفى الناس معايا. الو. ماشي خلاص يا ابني خلاص. شكرا. ايه الاخبار؟ كله تمام، البضاعة وصلت واتجرشت كمان. $1,000,000 بتوع ابو طاقية. طب وبقية التجار اخبار فلوسهم ايه؟ $100 مليون دخلوا القفص خلاص. اعتقد كده اللعبة خلصت. لا، اللعبة لسه ما خلصتش. برافو رشدي. الو، اهلا يا سعادة الباشا، اهلا وسهلا. البضاعة هتكون في المينا بعد 3 ساعات. رجالتي هناك من امبارح يا باشا، ربنا يخليك لينا، احنا عايشين بنفسك. ماشي يا باشا، مع السلامة. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم، دي اخر التحريات يا فندم. كويس قوي، تمام. ايوه يا عاشور، اخبارك ايه؟ احنا في انتظار اوامر سعادتك يا فندم. ماشي يا فندم، حاضر يا فندم.
تحت امرك يا فندم. مستنيين اوامر ساعتك بالهجوم وهم متلبسين. سيبهم لغايه ما نشوف البضاعه رايحه فين، وساعتها هنصطاد الحوت الكبير. تأمرني يا فندم. المهم خليك وراهم ما يغيبوش عن عينيك لحظه. تحريات، اذن نيابه، تلبس، قضيه مستويه 100%. تمام؟ محدش يتحرك فيكم. ايه ده؟ في ايه؟ البضاعة دي مش بتاعتك؟ مقدرش اقول لا. انت مقبوض عليك متلبس. لبس. اتفضل معايا. رشدي بقى استاذنك انا بقى اجي لك في وقت تاني، شكلك مشغول. ايه رايح فين؟ مشغول ايه؟ امسكوها كمان، خدوه معاكم. يا مين؟ ايوه يا فندم. خدهم على الحجز. حاضر يا فندم. حجز ايه يا فندم؟ انا برضو قاعد في الحجز. ايه تحبوا نحجز لكم في الشيراتون ولا ايه؟ يا ريت يا باشا. ما الفرش يسوى احسن. خدهم على الحجز. اتفضل. يلا. هو عسل ايه؟ ما تخافيش، كل ده كلام فارغ. ما تخافيش يا بنتي. يا اخوانا الراجل ده طول عمره محل ثقه. يا اخوانا اهدوا شويه، احمدوا ربنا ان اسامينا ما جاتش في القضيه، لكن جالنا اعدام ولا جالنا حبس ولا جالنا اي حاجه. يعني نهدى ونتفرج على الملايين دي كلها والمخدرات اللي هي بتتصادر نتفرج عليها ازاي؟ وتفتكروا ان رشدي هيشيل قضيه لوحده؟ بعد الاطلاع على تقرير المعمل الجنائي اتضح ان الماده المضبوطه ليست سوى بودره لتصنيع ادوات التجميل وليست مخدرات. يا بيه انا قلت لسيادتك قبل كده ان دول ناس شرفاء ودي شكوى كيديه. وبالتالي قررنا نحن احمد شميس وكيل نيابه قصر النيل الافراج عن المتهمين رشدي البنهاوي وعماد الاصيل بضمان محل الاقامه. ايوه مستر ديفيد. مستر ديفيد انا مرعوبه، انا خايفه جدا ومش فاهمه ايه اللي بيحصل. بس احنا فهمنا كل حاجه. طب يعني اعمل ايه انا دلوقتي؟ انا عايزك تسير رشدي زي الاول واكتر، اما حقنا بقى فاحنا هنعرف ناخده حلو قوي. سي عماد هتوفر لي الكميه المطلوبه ازاي؟ شوف مستر جورج، كيلو الهيروين الخام بيعمل 5 كيلو مخلوط، انا اقدر اخليهم 6، والكيلو الزياده ده يبقى بتاعك. بس لو رشدي عرف هتبقى مشكله ليك وليه. رشدي بك. يا هلا يا هلا، هلا بالصديق العزيز. والله كلمة صديق بتمناها، بس يا ريت تكون من قلبك الكبير. اتفضل. تكرم عيونك. انت عليك ليا دين كبير قوي صح؟ شو رشدي بك؟ وحياة الله ما نسيت افضالك عليا. شيخوري انا تأكدت انك لاعب سيرك ممتاز، تمشي على كل الحبال كويس قوي. وحياة عيونك يا خيي نمشي على الحبال، نمشي على جمر البراكين طول ما في مصاري حلوة. شوف انا هعمل معاك صفقة ب100 مليون دولار، نصيبك فيها 30%، يعني 30 مليون دولار. انا ما بشتري سمك في مية مثل ما بيقولوا المصاروة. لا ما تخافش، اتفضل عاين بنفسك السمك، قصدي البضاعة.
عين وشوف. تمام رشدي بك، بأمرك أمرني. دلوقتي بقى هتحول لي 70% تبعي للبنك ده في سويسرا، وده رقم حسابي هناك. اتفضل. تمام رشدي بك. كويس أوي. اتفضل شوف البضاعة بتاعتك. كله تمام، بس في حاجة مهمة كتير رشدي بك ما تستهين بيها. هي ايه؟ السكرتيرة بتاعتك بتشتغل لحساب ديفيد، وهو اللي زرعها في مكتبك. ها رشدي بيه، تؤمر سعادتك. احرق المخزن والمعمل زي ما اتفقنا. البيت بتاعك فين؟ اتفضل. يا اهلا 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 بالاستاذ العبقري. اتفضل اتفضل ارتاح. ايه مالك متعصب ليه؟ ما طلعش معمل ادوات تجميل، طلع معمل اعداد بودره هيروين. طب ما انا عارف، ودي كانت مسؤوليتي، دلوقتي بقت مسؤوليتنا. مسؤوليتنا؟ انا مال انا؟ مش انت شغلتك المشرف على المعمل؟ يبقى لازم تكون مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة من لحظة ما اشتغلت فيه. اشتغل في المخدرات؟ ما انت سابق واشتغلت فيها، واكبر دليل على كده السيناريو اللي انت كاتبه. السيناريو ده كان مجرد كلام على ورق مش اكتر. بس السيناريو فيه جريمة فكرت فيها. هو عمل السيناريو ده جريمة؟ السيناريو بتاعك فيه سبق الإصرار والترصد والتنفيذ، يبقى جريمة طبعا. اللي أنا كاتبه ده فن. ما هو التفكير في الجريمة فن، والتنفيذ برضه فن. أنت عايز تجنني؟ وافرض اتمسكت؟ ما تخافش، اللي بيتمسكوا دول هم الأغبياء، لكن أنت إنسان ذكي في منتهى الذكاء. أمال أنا معجب بيك ليه؟ بس لازم يا جميل عشان تتمرمغ في الذهب لازم تتمرمغ في الوحل الأول. قلت إيه؟ تتمرمغ؟ يبقى تتمرمغ. مرمغين. طلعش معمل ادوات تجميل، طلع معمل اعداد بودره هيروين. طب ما انا عارف، ودي كانت مسؤوليتي، دلوقتي بقت مسؤوليتنا. مسؤوليتنا؟ انا مش سامع في الكلام ده اي حاجه تقلق. ايوه بس يوديه المعمل. جوز بنته في المستقبل وعايز يضمه ليه. انا رايي بقى انك تخليكي معاه وتجمعي كل المعلومات عنه، ها، عشان ما نخسرهوش وشغلنا يبقى كله نظيف. دول عشان تساعد اخواتك وتدبر حالك وتحضر نفسك للسفر. بس كده انت نفذت السيناريو اللي انا كاتبه بالحرف الواحد. وحقك اهو. انا شريك اساسي بالفكره. انا عايز نص العمليه يا رشدي بيه. بس كده؟ ده انت جوز بنت يا راجل.
مسيو جورج بونجور. سافا؟ ده علم سلام ولا استسلام؟ ده طلب حماية يا مسيو جورج. مش فاهم. مسيو جورج، من غير لف ولا دوران، دول 100 مليون دولار تمن البضاعة اللي دفعوها التجار وما استلموهاش، ومش هيستلموها. ازاي؟ باختصار رشدي عمل فخ مدروس ضحك بيه على البوليس والتجار والمافيا. بعروسة حلاوة. والجميلة هتعمل ايه مع ديفيد؟ إذا كان عليا ما تخافش، أنا خلاص بقيت مع عماد. وانا دوري ايه؟ عايزين حمايتك بقى يا مسيو جورج من رشدي ومن ديفيد. والتمن 100 مليون دولار، نصهم صافي لك مقابل الحماية، والباقي اعتبره عرض. ايطاليان جابا. لا. صباح الخير يا نهى. صباح الخير. رشدي بيه وصل؟ لسه، ودي حاجة غريبة جدا لأنه مكلمني امبارح وقايل لي تعالي بدري ساعة عشان في موضوع مهم. اتصلت بيه على الموبايل؟ للأسف قافل الموبايل بتاعه. وغايب حجته معاه. الغايب وصل يا عماد. الحمد لله على السلامة يا ريس. تعالى لي انت ونام. خير يا رشدي بيه؟ طبعا خير، وخير كتير قوي والحمد لله. والله؟ طب ما تفرح. يحصل، انما في حفلة هيتحكي عنها، هتكون في ليلة من ليالي الأنس في فيينا على رأي أسمهان. في فيينا مرة واحدة؟ طبعا، انما البداية بقى هتكون هنا في مصر، في حفلة أنا شخصيا سميتها الانتصار الكبير، اللي كل واحد فيكم هياخد فيها حقه مني وابقى خلصت ذمتي. اقعد يا جورج. رشدي بيه انا كنت مجرد ساعي بريد، مش اكتر من كده. انا ما اذيتكش في اي حاجه، انا ولا حاجه يا رشدي بيه، ولا حاجه. هي دي فيينا يا رشدي بيه. انا اسفه، انا ولا حاجه ولا حاجه. انا مش فاهم انتوا بتقولوا ايه. اقعدوا اقعدوا. انا سمعت انك بترقصي كويس، ما تقومي تفرجينا كده عشان خاطر الضيف.
شرقه. برافو رشدي بيه، فعلا دي كان لازم تموت، وانت راجل جدع. ما انا عارف. انت كده مش جدع. عشان تحرموا تعملوا كده تاني. برضو مش عايزين تقولي لندن نعيش كلنا هناك؟ معلش يا بابي، انا بعدين هقنع سعيد ونحصلك على هناك. واخواتي يا رانيا هعمل فيهم ايه؟ ما انا قلت بعدين يا سعيد تكون حليت كل مشاكلك. طب اتكل انا بقى عشان ميعاد الطياره. خلي بالك من نفسك يا بنتي. خد بالك منها يا سعيد. انا يا عم. شوفوا وشكم بخير يا ولاد. بص امبارح بقى. لا والنبي استني بقى احكي لك انا شفت امبارح بالليل. استني بس. خبر عاجل. تم اغتيال رجل الأعمال المشهور رشدي البنهاوي، وذلك بعد وصوله إلى سويسرا بأيام قليلة. الجريمة غامضة، وهناك بعض الملابسات التي تحكي عن جريمة إلقاء المجني عليه من شرفة شقته مطابقة تماما لحادث اغتيال الفنانة سعاد حسني وبعض الشخصيات السياسية في مدينة لندن. وتباشر أجهزة التحقيق السويسرية عملها باهتمام شديد للوصول إلى الحقيقة. مبروك الباسبور اهو. جو اورليوني فاكفاكينو. فاكفاكينو. بيتنا وبيت ابونا، كل حياتنا بقت ممدوخه، ناس ضعيفه وناس منفوخه. قسقسونا ومسمسونا لما خلاص هموت مفتوخه، لما قعدوا مخمخوا فضلوا فينا يلخلخوا، لما قعدوا مخمخوا فضلوا فينا يفخفخوا، هما تاخدوا تخطفوا واحنا شمال ويمين.